جدل في البرلمان حول سحب قانون التغطية الصحية للوالدين. انتقد مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية سحب الحكومة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، معتبرا ما حدث وصمة عار على جبين الحكومة التي يعارضها. وأضاف إبراهيمي خلال مداخلته أمس الأربعاء بمجلس النواب: من العيب إرسال الوالدين إلى نظام الرامد، مشيرا إلى أن مقترح حزبه كان عدم أداء الوالدين اللذان لا يتوفران على التغطية الصحية المنظمة بقانون. ولاحظ إبراهيم غياب الحكومة عن جلسة البرلمان رغم ادعائها أهمية موضوع التغطية الصحية، وغاب رئيس الحكومة ووزير الصحة، كما غابت وزيرة المالية، ووحده وزير العلاقة مع البرلمان من حضر.